السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. هنا جيت معكم بليكيش مالحين، تيجيو لذاذ وزوينين والحشوه ديالهم اقتصاديه وفي الشكل ديالهم تيجيو رائعين. المهم خليكم معايا ان شاء الله حتى تشوفوا الفيديو من الاول حتى الاخر وتشوفوا طريقه التحضير ان شاء الله. نمشيو لطريقه التحضير. بالنسبه هنا عندي بصله وعندي فلفله، انا ما دايرهش الحشوه، المهم دايره داكشي غير قليل. وبالنسبه لكم نتوما اللي بغيتو تضاعفوا المقادير غتضاعفوهم. وهنا نقطع البصله ديالي قطعه رقيقه باش تجي، المهم ما تجيش غليظه، ما تجيش شرائح غلاط، يجيو غير رقيقه البصله ديالي. هاد الكيش يجيو زوينين واقتصاديين، الحشوه اقتصاديه بالنسبه لكم. اللي المهم دير اي حاجه في الحشوه ديالك. المهم هاد الكيش انا درت بالطون، نتوما يمكن ديروهم بلادان، ديروهم بالكفته، المهم اللي عندكم متوفر في داركم يمكن لكم ديروه. المهم هنا من بعد ما نسالي القطع ديالي، عند البصله ديالي هي درتها في المقله ودرت على البوطه. هنا ضفت فيها الزيت العود وزيت النباتيه ومعلقه ديال الملحه. بالنسبه للملحه على حسب الذوق كل واحد، بالنسبه بغاها المهم شويه ولا. هنا عندي معلقه ديال الابزار. هادو هما المهم هادو هما الشيء اللي غنضيف دابا ملي غتشحر لي البصله ديالي. ضفت غير الابزار والملحه والزيت، ونخلي البصله ديالي تنزل مزيان. من بعد ما نزلت البصله ديالي غنزيد عليها الفلفله، ما نديرش معاها انا في الاول حتى تنزل لي البصله وعاد غنزيد عليها الفلفله، ونخليهم يتشحروا مزيان بجوج ونوليو معكم ان شاء الله. المهم هنا من بعد ما نزلت البصله والفلفله انا زدت عليهم معلقه ديال السكينجبير وراس معلقه ديال الخرقوم. بالنسبه للخرقوم ما تنديرش بزاف، وراس معلقه ديال التحميره باش تعطي غير اللون. وعندي هنا المعندلوس مقطع، المهم المعندلوس يجي زوين بالنسبه للحشوه هكا تيجي زوين. بالنسبه للتوابل البنات انا ما تنديرهمش في الاول، تنديرهم حتى الاخر باش ما تتحرقوليش. المهم ما تيتحرقوش، تيبقاو عاب. المهم المذاق ديالهم باين. صافي نحركها شويه وغنطفي عليها. من بعد ما تشحرت ليها نتوما عندي هنا الطون، انا عندي الطون وانتم بالنسبه قلت لكم اي حاجه بنات اللي عنده ولاد اللي عنده الكفته، المهم الحشوه ديالو اي حاجه يمكن لك دير فيها اللي عجبك. انا هادشي اللي درت تيجيو زوينين، هاد لي كيش تيجيو لذاذين البنات، جربوهم ان شاء الله. المهم هنا نخليو الحشوه ديالنا تبرد وغنمشيو للطاغي. المهم الطاغي عندي هنايا بيضه، انا ضفت غير بيضه، غنضيف عليها نص معلقه ديال الملحه باش تجي المذاق زوين. وعندي هنا راس معلقه ديال الابزار، غنضيف راس معلقه ديال الابزار ومعلقه ديال مايزينا نشا. صافي هادشي اللي غنضيف. وغنضيف ياغوت طبيعي بدون سكر. ومهم اللي بغى يضيف الحليب يضيف، وانا ضفت ياغوت طبيعي. صافي وغنبقى نطرب هذا المهم الطاغي ديالي، غنطربها مزيان تينسجموا لنا المهم العناصر اللي درت. وغنولي معكم باش نعمروا لي الكيش ديالنا ان شاء الله. بالنسبه للكيش ديالنا انا عندي واجدين غير نعمرهم.
عندي لي باط واجده. نتوما انا تندير معلقه كبيره المهم تندير معلقه كبيره، ما تنعمرهمش بزاف، ما تفيضهمش بزاف باش مني دير مازال تزيدهم لاصوص، مازال تزيد الفرماج باش ما يجوش عامرين بزاف ويفيضوا لنا. المهم هادشي اللي تعبرهمش بزاف، انا هادشي اللي تنعمر ماي شويه معلقه تندير فيهم. وهنا ضفت فيهم الزيتون خضر مقطع. المهم اللي ما عندوش متوفر يضيف زيتون اسود حتى هو تيجي زوين، بالنسبه كل واحد واللي متوفر عنده يديرو. انا هنا عندي متوفر الزيتون خضر ودرتو. المهم انا نعمر الكيش ديالي، تندير لهم هاد لاصوص اللي صايبت معاكم. تيجيو البنات لذاذ هاد لي كيشو اقتصاديا بحشوه اقتصاديه، ما فيهم شي حاجه اللي شي تعقيدات بزاف، وتيجيو زوينين ولذاذ يمكن لكم توجدوهم. وهنا غنضيف الفرماج. بالنسبه للفرماج اللي عندهم متوفر، انا عندي هنا موتزاريلا واللي عنده الفرماج الاحمر ديال التاج. المهم بالنسبه للفرماج كل واحد والاختيار ديالو. ما نسالي وغندخل من الفران ان شاء الله. انا غنديرهم من الفوق باش يطيبوا، وعاد نهبطهم من التحت يذوب لنا هذا الفرماج ونخرجوهم ان شاء الله. انتم من بعد ما طابوا لي كيش ديالي وخرجتهم من الفران كيجيو زوينين ولذاذ وتيعطيو واحد البريو. المهم تيجيو اقتصاديا، وجربوهم ان شاء الله ويعجبوكم. انتم المذاق تيجيو رائعين وحتى الحشوه اقتصاديه. المهم البنات هنا غيسالي الفيديو ديالي، تنشكر بزاف. السلام عليكم، تهلاو في راسكم ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله يا رب.